زمان كانوا بيقولوا إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه، لكن دلوقتي كل الناس بتقول سيب الحكومة واشتغل حر. بس محدش بيقول تشتغل حر في ايه وازاي. انا هقولك الدولة بتعمل ايه دلوقتي. الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتنمية المحلية بعمل خريطة كاملة للاستثمار الصناعي في كل محافظات الجمهورية. هيكون فيها كل المناطق الصناعية متحدد فيها أنواع وفرص الاستثمار بالتفصيل. وبدأت فعلا وزارة التجارة والصناعة بمحافظات الصعيد، عشان بالرغم من إنها غنية بالثروات الطبيعية والفرص الاستثمارية إلا إن نسبة البطالة فيها لسه عالية برضه. وقام فريق كبير من وزارة التجارة والصناعة بمسح كل المناطق الصناعية في الصعيد، وقابل المصنعين وعرف ايه بالظبط احتياجات كل صناعة، وطلعوا أكتر من 757 فرصة صناعية واستثمارية جديدة في 7 محافظات: الأقصر 84 فرصة، سوهاج 205 فرصة، قنا 66 فرصة، أسيوط 143 فرصة، المنيا 189 فرصة، بني سويف 27 فرصة، وأسوان 43 فرصة. ولو خدنا أسيوط كمثال هنلاقي إن كل إنتاجها ما بيتعداش 2% من إجمالي الناتج المحلي للجمهورية، والصناعة فيها بتمثل حوالي 16% من ناتج المحافظة، مع إن فيها 8 مناطق صناعية. وبالرغم من كل البطالة فيها بتتجاوز 13%، يعني حوالي 154 ألف شخص عاطل عن العمل. طيب علشان نخلق وظائف لازم نعمل استثمارات، وعشان نعمل استثمارات لازم نعرف محتاجين إيه، وهل في أراضي فاضية ولا لأ، ولا نعمل مناطق جديدة. الناس اللي بتعمل مسح على الأرض لقوا 284 قطعة أرض صناعية ممكن تستغل، وطلعوا 143 فرصة استثمارية يتعمل فيها صناعات تكميلية ومغذية وخدمية زي الغزل والنسيج والبلاستيك والأخشاب والورق والتعبئة. وكمان حددوا الملامح الاستثمارية لكل فرصة في كل منطقة صناعية، زي مثلا المكن المطلوب وخطوط الإنتاج والعمالة وفرص البيع. مش كده وبس، وزارة التجارة والصناعة كمان عملت خطة لتطوير وصيانة كل المناطق الصناعية عشان تحافظ على الاستثمارات الموجودة وتجذب مستثمرين جداد. وعشان تبقى عارف إن اللي بيتعمل في الصعيد دلوقتي هيتعمل في مصر كلها في الكام شهر الجايين. ولو عاوز تعرف أكتر عن الفرص الجديدة ادخل على الموقع الإلكتروني www.ntiproject.com وسجل بياناتك عشان نختارك بمواعيد طرح الأراضي والفرص الجديدة.